ما زال جون ادوارد يعمل في الزمالك بشكل جيد بخطوات ثابته حتى الان. ممكن خطوات ما تكونش راضيه جماهير الزمالك بنسبه كبيره، خصوصا في حته انجاز الصفقات، ولكن وفقا لمعلومات واخبار كتيره جدا الزمالك او صفقات الزمالك هتكون موجوده في تدريبات يوم الجمعه اللي جايه. معظم صفقات الزمالك اللي انتهت هتكون موجوده في تدريب الزمالك يوم الجمعه القادمه. الزمالك عنده معسكر الفتره الجايه هيبقى في العاصمه الاداريه الجديده، وان شاء الله كل الصفقات ستكون متواجده داخل المعسكر باذن الله. جون ادوارد عمل حاجتين حلوين بصراحه. حسام اشرف اللي كان بينافس على هداف الدوري الموسم ما قبل الماضي مع الزمالك الموسم الماضي شبه ما عملش حاجه الا في فتره جروس، ظهر بشكل جيد، ولما جروس مشي رجع قعد تاني، كان بينزل ما بيلعبش بشغف، ما كانش عنده حميه في اللعب بصراحه الفتره اللي بعد كده، وابتعد تماما عن الزمالك. الراجل بيطلع اعاره لنادي سموحه مقابل 6 مليون جنيه، لكن قبل الاعاره لسموحه تم تمديد التعاقد حتى عام 2029. عقده ارتبط مع الزمالك ل 2029، والله يتالق مع سموحه تمام، يعود للزمالك ويبقى احد العناصر المهمه في الزمالك، لان احنا مقتنعين ان هو لعيب جامد. لا قدر الله امور ما مشيتش بشكل جيد، الزمالك يستفيد منه ماديا في حاله بيعه لاي فريق تاني. بالتوفيق طبعا لحسام اشرف احد ابناء الزمالك اللي كنا نتوسم فيهم خير ان هم يلعبوا بشكل جيد مع الزمالك، ولكن الدنيا ما مشيتش معاه بشكل كويس الا زي ما قلت لكم في فتره مستر جروس. ظهر بشكل جيد واحرز اهداف في الكونفدراليه وفي الدوري، ولكن الامور دايما ما بتمشيش زي ما انت عايز. احمد محمود ايضا باك يمين نادي الزمالك اللي كان متالق مع الجونه الموسم ما قبل الماضي، جه الزمالك ما فرضش نفسه على التشكيله الاساسيه، ما لعبش كتير، لعب يمكن 9 ماتشات متقطعين، ما ظهرش فيهم بشكل جيد، ما لفتش الانظار بشده رغم ان تواجد عمر جابر، بس كان محمد شحاته احيانا هو اللي بيلعب باك يمين، ما قدرش يفرض نفسه. اللاعب بيطلع اعاره لنادي الاتحاد السكندري، نادي جماهيري، شايفها خطوه كويسه جدا في كارير احمد محمود، يقدر يثبت نفسه فيها بشكل جيد. اللاعب طلع اعاره تقريبا للاتحاد ب 3 مليون جنيه، واللاعب ايضا تم تمديد التعاقد معه حتى عام 2029. يحسب صراحه لحسام اشرف واحمد محمود ان هم وافقوا على تمديد التعاقد، كان ممكن يراوغ ويعمل حوارات، لكن صراحه وافقوا هما الاثنين، والراجل هيطلع نادي الاتحاد زي ما قلت لكم نادي جماهيري. آه نادي يعني عنده جماهير، فالراجل بيلعب تحت ضغوط، ودي حاجه كويسه جدا لينا. بالتوفيق طبعا لاحمد محمود، وان شاء الله زي ما قلت مع حسام اشرف يتالق ويرجع للزمالك مره تانية. لو لا قدر الله عكس كده الزمالك يقدر يبيعه ويستفاد منه ماديا لان عقده ممتد مع نادي الزمالك. بالتوفيق لاحمد محمود باذن الله. سلفادور زيني اللاعب الانجولي لاعب نادي ايك اثينا متالق، ارقامه حلوه، يعني لما اتكلمنا امبارح على الراجل الانجولي التاني تشيكو بانزا، لا النهارده بنتكلم على الراجل سلفادور اللي قدامنا، لا الراجل ارقامه قويه جدا، ارقامه قويه جدا وهداف وارقامه حلوه ولعيب مهم ولعيب مميز صغير في السن. قال لك جاي الزمالك والزمالك بيفاوضه، لكن خرج ناس كتيره جدا دوائر حوالين اللاعب قال لك لا الاخبار دي مش صحيحه والزمالك لا يفاوض اللاعب. اتمنى تكون مراوغات والزمالك تكون بيفاوضه، صفقه حلوه ولعيب مهم. هل تكون فعلا ممكن مراوغه من جون ادوارد وبتاع ويجيب الاثنين الانجوليين دول مع بعض؟ خلينا نشوف، ولكن وفقا زي ما قلت لكم مصادر كتير حوالين اللاعب ما بيخططش ان هو يلعب في مصر، او الزمالك اصلا ما فاوضوش، واللاعب مش هيكون موجود في نادي الزمالك. خلينا نستنى، زي ما قلت لكم الزمالك عنده معسكر في العاصمه الاداريه الجديده، والصفقات ان شاء الله هتكون موجوده. بالتوفيق للزمالك الفتره اللي جايه. معلومه اخيره، احمد ربيع تم عمل الكشف الطبي الخاص بيه مع نادي الزمالك، واللاعب بيصور الاعلان، وسيتم الاعلان عن الصفقه زي ما قلت لكم الاربع او الخميس على اقصى تقدير، يمكن قبل كده كمان، لكن اللاعب عمل الكشف الطبي واللاعب خلاص بيصور الاعلان انضمامه لنادي الزمالك. ان شاء الله يفرق معانا بشكل كبير. احمد ربيع لعيب قوي في نص الملعب، بيقطع الكوره بشكل جيد، عنده مشاكل في التكمله بالكوره، كورته مش احسن حاجه، لكن هو قوي جدا دفاعيا. اتمنى الامور تظبط معاه ويتطور مع يانيك فيريرا ويفرق مع الزمالك ويكون احد العناصر الاساسيه المهمه جدا داخل نادي الزمالك باذن الله. بالتوفيق لكل اللعيبه اللي جايه الزمالك وكل اللعيبه اللي هتبقى موجوده في الزمالك.